خبركم بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد فتح أبواب جهنم على الجزائر وعلى الشعب الجزائري؟ واش خبركم بأن الأمريكان والغرب حطوا الجزائر في قائمة سوداء بسبب تصريح خطير جدا لصرح به عبد المجيد؟ خبركم بأن قضية الصحراء والبوليساريو هي اللي غتكون سبب في انهيار الجزائر؟ ونعطيكم عشرات الأدلة القاطعة من مصادر أجنبية وجزائرية على صحة هذا الكلام هذا. جميع المصادر والتصريحات اللي غادي تشوفوها وتسمعوها في هذه الحلقة هذه هي 100% جزائرية وأجنبية، ما عندها حتى علاقة بالمغرب ولا المغاربة. باش ما تقولوش راحنا جايبين مصادر مغربية ضدا في الجزائر. فكل شيء اللي غتسمعوه وغتشوفوه في هذه الحلقة هذه جزائري أو أجنبي 100%. أول حاجة غنبداو بها هو تصريح خطير جدا اللي معمر شي رئيس خطب به ولا قالوا ولا صرح به، حتى صرح به عبد المجيد ملي مشى لروسيا في هذه الوقيته هذه اللي روسيا داخله الحرب ضد الغرب والقضيه متوتره في العالم كامل. كيقول امام الرئيس الروسي خاصنا نتخلصوا من الدولار في المعاملات التجاريه ديالنا، وهذا التصريح هذا كيعتبر خطير جدا يقدر يطير ليه الراس. تيق بيا السي عبد المجيد غيديروا لك ما داروا المعمر القذافي. تيق بيا وهنا وهانتا. لا نريد التعجيل في دخولنا في منظمة البريكس حتى ندخل في تنظيم آخر غير الدولار وغير الأورو وغير أولا، وهذا فيه فائدة كبيرة. عارفة شنو كتقول السي عبد المجيد تبون؟ ان اخر واحد نتخلصوا في الدولار بالعالم العربي شنو وقع عليه؟ اللي هو معمر القذافي. تم تدمير الشعب ديالو والنظام ديالو كامل السي عبد المجيد تبون. والجواب ما نجاوبكش انا علاش وكيفاش، غيجاوبك واحد من رجال الاعمال الجزائريين اللي هو عاقلين وعارفين بالضبط اشنو كيقولوا. اسمع السي عبد المجيد. قال لهم لازم نلقوا بديل للعمله الدولار. اللطيف. هذه الناس اللي يعرفوا وسمعوها زيتي شوكي. الناس اللي ما يفهموش الاقتصاد بانت لهم عادي تبون غادي يحارب الدولار. تعرف باللي الدولار ان امريكا قادره تحرك النووي على جال. هل تعلم هذا الشيء ولا ما بالك؟ عمله الدولار لو كان دخل فيها يضربونا بالنووي. انت تروح لروسيا اول حاجه وقت حرب والعداء الغرب كله ضد روسيا، انت تروح توري شطارتك باللي انت راك مع روسيا. بعد اقعد بلد محايد، اقعد من بعيد، حاول روسيا وعاون امريكا وسيس هذا وسيس هذا، بصح اقعد سياستنا محايده. احنا جوست ميليو احنا ما عندناش اقتصاد سليم، ما عندنا والو، اون ديبون توجور دو لامبورطاسيون. يبلعوا عليك لامبورطاسيون تموت. كيفاش تدخل انت في صراعات كيما هذه وتروح تنحاد الى روسيا وتخلي امريكا واوروبا نورمال؟ بانت لك هذه سياسه. هذه وجهه نظري انا. نبقى الجزائر محايده. شوف من نكون مع الديب ما نبكي مع الراجل. والخطير ولا كيجهلوا النظام العسكري الجزائري وعبد المجيد تبون بان التصريح هذا غادي يدخل الجزائر في حالة حرب غير معلنة ضد امريكا والغرب لا ما يربح شي حاجه. اسمع. رحت تقول نعطوا البديل للعمله الدولار، هذا اعلان حرب على امريكا، وهذا سيكلف الجزائر ثمنا باهظا في المستقبل. واش صرا بعد ما هضر هذه الهضره ورجع؟ واش صرا عن الدوله اللي قدامنا المغرب؟ امريكا قدمت اجهزه عسكريه مجانا لدوله المغرب. بطل. سي لا ريبونس. سي لا ريبونس ديريكت. اللي ما فهمهاش ما فهم والو في السياسه. سي لا ريبونس. فهمت؟ بيان سور. وانا نقول لك حاجه واحده اخرى اللي الشعب الجزائري ربما ما يعرفهاش. الان امريكا غادي تدير ضغط على الامم المتحده حتى تستعرض بالصحراء المغربيه سكاره في الجزائر. انتم حيين وانا حي. دوك تشوفوا واش رايحين يديروا، لان في ازمه حرب وعلاقات وضرب الاقتصاد العالمي. كنت ما تهضرش في الهضره، قلت لك ماهوش مسؤول تبون كي يهضر، يبدا غير يطرش.
لهذا انا دائما نخاف كي يبدا يهضر. دانا 60 داهية. حسب جميع الخبراء الاقتصاديين كيقولوا اي دولة كتعامل بالدولار فما يمكنش تخلى على الدولار، ولا تخلات على الدولار غادي النهار الاقتصاد ديال بصح وغتبدا من جديد، تبدا من الزيرو. ماشي حين الدولار قوي، حيت داكشي الدولة اللي كتملك وتقدر تذبح الاقتصاد ديالك وتنهيه برمشة عين وتسالي معاه غير بتجميد المعاملات التجارية ديالك في ساعة واحدة. باش تعرفوا الخوت اللي هي مبنية أصلا على البترول والغاز، بالدولار تجمدها لك في ساعة المكانة بقرار واحد. اسمع، هذا اللي يجيب الناس راهم يخطوا لك ويضربوك اقتصاديا ويضربوك من ما تقدر لهمش. وانت تهضر على الدولار يا تبون، هما يعرفش باللي النفط تاعهم مبيوع كاع بالدولار. هذه ما يعرفهاش هذا. اما اللي كان تقدر قرار دروك تاخذ قرار تاع الرول بي تجمد كل لي ترونزاكسيون تاع الجزائر بالدولار، لان هي تتحكم بالدولار. قرار واحد يعني انا شفنا باللي ناس عندهم حسابات بنكيه عاديين بلوكاو وبدون ما يشاورك يبلوكيك، او قادر يبلوكي كاع لي ترونزاكسيون تاع سوناطراك في 24 ساعه. وروح شوف حل لروحك كيفاش توكل الشعب الجزائري، يعني ما عندكش مدخول غير البترول. هاد السياسة العوجاء اللي غادي فيها الجزائر غادي فيها المجهول. السبب الأول ديالها هو الحكم العسكري. هشام قريحة مثلا كيتلقاه كيتدخل صغيرة وكبيرة في اللقاءات السياسية، تلقاه حاضر. القائمة العربية اللي كان حاضر، مع العلم مع أن معظم الدول العربية اللي كينظموا بحال هاد القمم ديال جميع الدول العربية ما كتلقاش شي جنرال حاضر قبل من الرئيس او قبل من الملك او قبل من حتى الوزير الخارجية. فالجنرال هشام قريحة لقاه حاضر في التظاهرات السياسية الداخلية والخارجية للجزائر. حق في الجزائر ممنوع المواطن يهضر مع جنرال، ما عندكش حتى حق تشكي بجنرال. انا ما فهمتش علاش نوصل انا نشكي بجنرال، كل جنرال في التكنه تاعو واش وصلوا عندي ديجا على باز وين ديجا اصلا مواطن وجنرال ما لازم قاعد يتلاقوا في ما كان لا حرب لا راك عنده في التكنه ولا راك في دارك، هو راه في التكنه تاعو يوصل يضمك من التكنه تاعو. بصح انت ما تقدرش تدافع على روحك قانونيا. هنايا في اوروبا جنرال عمرك ما تشوفه. فجميع المؤشرات كتأكد بأن السياسة الخارجية الجزائرية فاشلة وفشل كبير، وغادي البلاد الهاوية وغادي بها المجهول، لا من ناحية تصريحات الرئيس الجزائري لا من ناحية القرارات اللي كيتاخدوها. فهاد الشيء اللي خلى الجزائر اليوم اللي ما عندها توازن المستوى الدولي والي. تخيل معايا الرئيس الجزائري مشى لروسيا، شكون استقبله؟ الرئيس الفلاحة. اسمع، وملي مشى حتى على الصين استقبلوه موظف عادي في وزارة الخارجية الصينية. اخر خطأ داروا تما وتكلموا معايا عدة ناس وقلت لهم رايح يكلف الجزائر ضربة قوية في المستقبل القريب مش البعيد، قريب. الإعلان تاعو اللي داروا في روسيا، أول حاجة استقبال رئيس الجمهورية في زيارة رسمية لروسيا يستقبلوا وزير فلاحة، هذه غير مقبولة. لو كان جات دولة والرجال واقفين يعاود يطلع في الطيارة تاعه ويرجع. عبد العزيز بوتفليقة كون يضرب الاسكالي وعاد يطلع. مانيش عارف، ولكن احتراما للسيادة الدولة الجزائرية. بيان سور. لأن الدولة ماهيش رزقنا. بيان سور، لازم نحافظوا عليها. هنا صورة الجزائر. رئيس يستقبله وزير فلاحة، أنا فضيحة. أنا عبد الضعيف ما تبعش. لا لا فضيحة بالله. مانيش رئيس مانيش وزير، كون يستقبلني وزير فلاحة ما نقبلهاش. كيفاش رئيس في زيارة رسمية لروسيا يستقبله وزير الفلاحة واحد؟ جميع المؤشرات وجميع التفسيرات ديال المحللين السياسيين السابقين كيأكدوا بأن اختيارات المغرب قضية الصحراء كانت اختيارات سياسية ناجحة وناجحة 100%. إن الجزائر إلا بقات متشبشة بعصابة البوليزاريو فهي غتضطر تبقى دير تنازلات، والتنازلات هذه غتطب المصالح ديال الجزائر وديال الشعب ديالها. بهذا الامر هذا غيدخل البلاد في الهاويه، وغتكون نهايه الجزائر. السبب ديالها الرئيسي هو قضيه الصحراء وعصابه البوليزاريو. سمعوا احمد ونيس اللي كان وزير الخارجيه التونسي السابق. الساحه
الاستراتيجية، معنى السياسية استراتيجية تحولت، فهمت؟ تحولت، وخيارات المملكة المغربية مشيت في اتجاه جديد، فهمت؟ هذا المفاجأة، هذه المفاجأة بقى. ما نعتقدش أن كل شيء معناه يائس، ماناشي ماشيين في زقاق استراتيجي. بالنسبة لي التاريخ مفتوح، وبالنسبة لي المغرب الكبير مفتوح، واللي لعب بالنار، فهمت، أحرق المنطقة. لأن في الأصل علاش المغرب قلب الآية؟ لأنه في حالة حرب منذ 45 سنة، وجرب في الحرب السلاح والرصاص، وجرب المفاوضة، وجرب معناها الوقت، الزمن، معناها أعطى وقت للزمن. واليوم 45 سنة وإحنا في الحرب هذايا. وماذا وقع في العالم بصفة عامة وفي المنطقة بصفة خاصة؟ دفع المغرب إلى الإسراع في قرار مفاجئ. أنا هو الإسراع. إذا كان ضمن مع إدارة ترامب اللي هي زائلة بعد شهر، معناها باش تكون خرجت من الساحة، إذا كان أكد مع إدارة ترامب مغربية الصحراء من طرف دولة عندها حق الفيتو في مجلس الأمن، فإن زوال الرئيس ما يهمش. اللي يهم هو استقرار ذلك الاعتراف بأن الأرض مغربية. طبعا هنا نحكي ويقعد حق الفيتو سند للمملكة المغربية في حق الشرعي لوحدة ترابها ولسلامة السيادة متاعها في الدولة كما كانت قبل الاستعمار، مش كما أصبحت بعد الاستعمار. اعتقادي وأن محمد السادس خذا قرار جريء اللي ما كانش منتظر منه كمحمد السادس، لكن بوه الحسن الثاني رمى معناها صلات مع إسرائيل في حربه مع الصحراء. معناها المخابرات الإسرائيلية ساعدته في مواجهة حرب الصحراء، وهذا أمر تاريخي. واليوم معناها إسرائيل ما طبعش معها من أجل إسرائيل، طبع معها من أجل الحرب. يعني إذا نحطوا القرار هذايا في منطق الحرب على الانفصال اللي قرروه مش صحراويين، قررته الجزائر. طبعا معناها